السلام عليكم. والله العظيم إلا البارح جالسة ما عليا ما بيا وخويا فريد قال لي هضري على هذا الموضوع. ها هو الكونت ديالو، دخلوا عنده، ما نقول لكمش داكشي ديال دائما ابينو تعليق لايك بارطاج. المهم وقال لك انت التعراجي جالس كيهضر كيقول لك المنتخب الجزائري غادي ينسحب من الكان اللي غادي يدار في البلاد البعيده. الجديد أيضا هو أن الجانب الجزائري إمكانية تقديم احتجاج للكاف وحتى للفيفا، ويدرس حتى إمكانية الانسحاب من المنائيات كأس أفريقيا 2025 في انتظار اتحادات أخرى قد تتوجه نحو نفس الأمر لتعلن انسحابها عن كأس أفريقيا 2025، مما يضع الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في موضع حرج بسبب عدم احترام شروط المنافسة من خلال هذا الإعلان. واش غنقول لك، فرحت بزاف، ولكن كان لازم نمشي نتاكد من الخبر، وانا نلقى والد المصدي مخلي هذا الخبر هذا زعما يكون بصح. والله الا فرحونا، حتى انا كنت باغي نكتب داك الهاشتاغ. خويا الجزائري ما تروحش للمروك، ما تروحش للبلاد البعيده، ها العار. نعم، نحب نأكد لك أن اليوم أرسلنا رسالة رسميا للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب الجزائر من كأس أفريقيا 2025. نعم، نحب نأكد لك أن اليوم أرسلنا رسالة رسميا للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب الجزائر من كأس أفريقيا. انسحاب الجزائر، هل هذا الانسحاب كان منتظر محمد قاسي سعيد؟ وهل هو منطقي وفي محله؟ كنا طرقنا لهذا الموضوع في حصة بالمكشوف يوم الخميس، كانت الآراء مختلفة.